سيدنا محمد، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة كده دايما يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جميلة جدا جدا لتفريز ورق العنب. طريقتين اسهل من بعض. طريقة التفريز لو ما عندكيش مكان في الفريزر ازاي تفرزيه بره ويقعد معاكي من سنة لسنة. بقى عندنا مكونين اساسيين، المكونين دول هيكونوا عندك ايه بقى؟ يخلوا لك ورق العنب ما يكونش مجلد، يكون طري وجميل. يطلع معاكي من الفريزر كأنك لسه جايباه في اوانه فريش جدا، كأنه طازة جدا، ولا طعمه متغير ولا في اي حاجة. المكونين الاساسيين اللي احنا هنحطهم دول هم اساس نجاح تفريز ورق العنب والطعم الجميل. تعملي ورق العنب لو قاعد معاكي الكيسة، لو قاعدة معاكي بقالها سنة واكتر في الفريزر وطلعتيها، تديكي نفس النكهة والريحة والجمال اللي كأنه لسه فريش. الطريقه بتاعتنا سهله وبسيطه، وهنعرفكم ازاي تشتروا ورق العنب ان هو يكون برضو ورق العنب ده. يا حبايبي مش تروحي تشتري ورق عنب وخلاص، لازم ورق العنب اللي انت تشتريه تجيبي نوع كويس. زي ما احنا عندنا برضو انواع الفاكهه والخضار، في منها انواع برضو ورق العنب نفس النظام. هنوريك ازاي تشتري ورق العنب البناتي اللي بيكون طعمه تحفه وجميل وروعه وخفيف وناعم، ويديكي لما يستوي في البيت كده يقلبلك ريحه البيت ويخلي ريحه البيت جميله جدا جدا، وتشمي ريحه محشي ورق العنب بتاع زمان. بتاع زمان ازاي نشتري الورق صح ونفرزه صح ونشيله صح. ويلا مع بعض نروح نشوف طريقتنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. صباح الفل كده عليكم، صباح الجمال. شايفين الحاجة الخضراء الجميلة بتاعتنا دي؟ الورق العنب الجميل بتاعنا ده. انا هوريكم طريقة جميلة جدا 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 لتفريز ورق العنب. الطريقة دي لا تكون مجلدة معاكي ولا يكون مهري معاكي، يكون تمام، ولما يكون مستوي يبقى طعمه زي الزبدة كده وطري، مش مجلد كده وناشف. طبعا اول حاجة هنتكلم عنها ازاي ان انت تجيبي. طبعا ورق العنب كل ما تجيبيه برضو بيكون حلو، بيكون الطعم بتاعه افضل. يعني ايه؟ يعني ازاي تعرفي تشتري ورق العنب؟ طبعا في ورق عنب اللي هو بيكون كبير وناشف، ده استبعديه خالص نهائي. طيب ازاي نجيبه؟ نجيب الورقه. طبعا كل واحد في حبايبنا السوريين بيحبوا الورقه الكبيره، عادي جيب الورقه الكبيره. احنا هنا المصريين بنحب الورقه الصغيره دي، بتبقى جميله جدا جدا، والمحشيه تكون صغيره معاكي. طيب ورق العنب ده كل ما يكون الصغير ده الطري ده بيبقى بنسميه الورق العنب الايه البناتي. يعني ايه بناتي؟ اللي هي حبايه العنب بتاعته الصغيره ده. بيكون الطعم بتاعه والمذاق بتاعه في الاكل تحفه وروعه وجميل جدا جدا. ولازم الورقه تكون طريه وناعمه وصغيره كده وجميله. يعني ايه؟ نشتري الورقه الصغيره الناعمه الطريه، ما تكونش ناشفه ومجلده. لازم يا حبايب قلبي وانت بتشتري مش تروحي عند اي حد بتاع ورق عنب كده وتشتري على طول، تجيب الحاجه التمام. طيب هنعمل ايه في ورق العنب بتاعنا؟ هنجيبه طبعا، انا هنشيل منه الايه العنق ده او الحته دي كده بتشيليها وبتخليها ما بترميهاش. طبعا اهم حاجه برضو في ورق العنب يتغسل غسله تمام، لان طبعا هو بيكون عليه محمل بالاتربه، فيه اتربه كتير قوي قوي قوي. فتنقعيه في الميه حوالي كده 10 دقايق، وبعد كده تغسليه وتنضفيه من الميه دي وتحطيه في ميه تانية، وتخلي ميه جاريه من الحنفيه عليه عشان ايه؟ لما تيجي تاكليه ما يكونش فيه رمله ولا حاجه ويكون صحي لينا. ماشي. غسلت كده ورق العنب بتاعي وظبطته وغسلت، وده برضو لازم يتغسل غسله تمام يعني. وبعد كده هنروح على البوتاجاز نشوف احنا هنعمل ايه في ورق العنب بتاعنا. كده حبايبي عندي ميه بتغلي هنا على البوتاجاز. طبعا في ناس تقول لا ما ينفعش احنا بنحطه كده زي ما هو، لا مش عايزينه يكون مجلد، يكون له طعم جميل جدا وتحفه وحكايه. تعمله بنفس طريقتي وان شاء الله هيعجبك. اول حاجه في الميه بتاعتي معلقه صغيره من الملح كده. عندي هنا ليمون مقطع حلقات. طبعا انت بتحطي على حسب الكميه بتاعتك. انا اللي عندي ده كيلو من ورق العنب. معلقه من السكر. معلقه من السكر دي بتخليه بتساعد على الحفظ بتاعه ان هو يبقى حفظ تمام، وفي نفس الوقت ما بتخلوش مجلد معاكي. والليمون عندي ونص معلقه من الملح. الليمون برضو للحفظ وتخلي الورق العنب بتاعنا فيه مزازه جميله جدا جدا. يبقى حطيت هنا معلقه ملح، معلقه من السكر، ليمونه مقطعاها نص ليمونه، ليمونه على حسب كميتك، نص معلقه من ايه من الملح الليمون. طيب الميه بتاعتي بتغلي، يا دوب بس نسقط فيها كده ورق العنب يسقط بس كده يدبل كده ونطلعه على طول. كده هناخد ورق العنب بتاعي نحط جزء جزء كده، خليه ننزله في الميه كده. طبعا حاولي تخليه زي ما هو كده عشان لما تطلعيه ما يكونش ايه مبهدل معاكي، يبقى سهل معاكي جدا. شايفين يا حبايب قلبي؟ بس الريحه بتاعت ورق العنب مجرد ما حطيتها في الميه طالعه روعه، عشان ورق عنب ده بناتي جميل جدا جدا. انا عملت ايه؟ بصوا نزلته في الميه بس كده اهو على لونه لسه.
وبصوا شايفين كده ننزله كده ونطلعه اهو. شايفين الجمال والحلاوه اهو. هو ده كل اللي انا عايزاه كده حبايبي. شايفين انا اهو حطيته في الميه السخنه وطلعته اهو. لسه شايفين البخار طالع منه جميل جدا جدا جدا. حاجه صراحه بتتكلم عن نظافتها وعن شكلها. بصوا ورقه العنب روعه الروعه، جميله، وريحته وهو بيتسلق بس تحفه. طيب احنا عايزين الحاجه دي تكون ناجحه وجميله جدا جدا. انا يا دوب حطيته في الميه السخنه بالمكونات بتاعتنا اللي احنا حطيناها. عندي هنا ميه ساقعه متلجه اهي وفيها لوح تلج. ننزل ورق العنب بسرعه اهو كده عشان يفضل على لونه. تحطيه في الفريزر بقى يطلع وتحشيه ويديكي نفس النتيجه ونفس اللون الجميل ده اهو. هو كده كده الميه بتدخل جوه ورق العنب كله. شايفين هو لسه بالبخار بتاعه اهو في الميه الساقعه المتلجه كده اهو. شغل بقى ايه جميل كده، حاجه بيتي كده، حاجه تعمليها الناس كلها تحكي بيها، حاجه وانت بتاكلي الاكل كده يكون ليه مذاق تاني خالص جميل كده اهو يا حبايب قلبي. هو مجرد ما نزل في الميه خلاص كده كده حبايبي. هنسيبه بس في الميه دي كده 10 دقايق بس كده يسقع مني. كل شويه تعملي فيه كده عشان خاطر ايه تقلبيه عشان كله يبقى ساقع كده وجميل. شايفين ورق العنب وجماله وحلاوته حبايب قلبي اللي طالبين مني طريقه التفريز او التخزين بتاع ورق العنب بتاعي. انا هو وريتكم الطريقه الجميله بتاعتي وان شاء الله تعملوها باذن الله وتعجبكم كده وتدعوا لي باذن الله. كده حبايبي انا سبته حوالي 10 دقايق في الميه. هنصفيه بنفس الطريقه كده. هتحطيه في مصفى يصفي الميه بتاعته. الميه بتاعته جميله وريحتها تحفه جدا. ورق العنب عشان انتي مختاراه نوع نضيف الريحه بتاعته ما شاء الله ما شاء الله عليه. فهنصفيه بقى ونشوف هنخزنه مع بعض بطريقتين. الطريقتين ما شاء الله ما شاء الله مضمونين وممتازين جدا جدا جدا. عندي هنا انا صفيته من الميه. عندي طريقتين للتخزين. طريقه اللي ما عندوش مكان في فريزر يحطه بره عادي جدا يقعد معاه من السنه للسنه. والطريقه التانية لو انتي الطريقه المعتاده تكيسيه وتحطيه في الفريزر مفيش مشكله. طيب الطريقه بتاعتي دي هتكون مضمونه بايه؟ ان انا عندي برطمان ازاز ايا كان حجمه بقى كبير صغير على حسب الكميه اللي انت عايزاها يعني. والافضل ان تخلي البرطمان على قد الطبخه بتاعتك. برطمان الازاز ده بتاعي انا معقماه ومنضفاه وغسلاه ومنشفاه كويس تمام جدا جدا. عندي هنا البرطمان. طب انا هنحط ازاي؟ ممكن لو برطمان يكون واسع تحطي مثلا كده طبقه على طبقه على طبقه. طب البرطمان زي بتاعي الصغير ده اللي على قد وجبتي نعمل فيه ايه؟ هناخد الورق العنب بتاعي. طبعا احنا متفقين ان هو يكون مترتب. لازم الورق بتاعي يكون مترتب. يعني ايه مترتب؟ كده تحاولي تخليه كله متظبط كده. هتعملي ايه بقى يا حبيبه قلبي؟ هتاخدي الورق وتلفيه كده اهو كده. تبرميه كده بالراحه واحده واحده كده اهو. شايفين الجمال بتاعه والحلاوه. وناخده نحط الرز في البرطمان كده اهو بنفس الطريقه. طب الحته دي زياده اتنيها كده مفيش مشكله خالص اهو. وبايديكي تظبطيه عشان ياخد مساحه معاكي اهو بنفس الطريقه دي كده. هنعمل واحده تانية. تاخدي بقى كميه من الورق كده وتحاولي تظبطيها. حاولي تظبطي الورق بتاعك عشان وانتي بتلفيه يكون ايه اللفه معاكي مظبوطه اهي كده. وزي ما اتفقنا انت الاول هتحطي في البرطمان والزياده هتتنيه بهدوء خالص كده وتظبطي ايدك بحيث تاخد معاكي مساحه بنفس الطريقه كده. بقيه الورق التاني بتاعي اهو تلفيه بنفس الطريقه. طبعا احنا اخدنا ايه الفكره اهو. تيجي حطاه كده بنفس الطريقه كده والزياده تتنيه بالراحه بهدوء كده اهو. هنخلص نملى البرطمان بتاعي ونوريكم في الاخر طريقه الحفظ التمام ازاي. كده حبايب قلبي شايفين شكله جميل ازاي؟ حاجه كده تحفه. طبعا انت كده هتطلعيه عادي جدا. تسحبي اي واحده كده تخطر على بالك وانت بتحشي وهتطلعيها. بصي اهي بكل سهوله خالص هتتفك معاكي كده. وهتاخدي منها واحده واحده كده وانت بتحشي وتلفي اهي مترتبه معاكي ولا هتتعبك ولا اي حاجه. وكمان هتحفظيه بره التلاجة. فالمكان اللي هتحفظي فيه ورق العنب ده المفروض يكون ايه؟ ما طبعا ما تحطوش ليا في المطبخ جنب الحراره والسخونيه وتقولي لي الطريقه مش ناجحه. لا ده عايز يتحط في مكان. مش هنقولك في التلاجة طبعا. لو في مكان في التلاجة من تحت ممكن تحطيها بدل ما الفريزر مسحوب. ما فيش مكان عايزه تحطيه في مكان يكون هوا رطب. مكان ما يكونش سخن. طيب احنا هنحفظه ازاي؟ هنخليه كده؟ لا طبعا احنا هنحفظه بالميه. طب الميه دي هنجيبها منين؟ الميه اللي انا سالقه بيها. الميه اللي انا سالقه بيها ورق العنب اهي. خدت الميه بتاعتي
وسبتها لما تهدى خالص وتبرد. الميه بتاعتي فيها الملح وفيها السكر وفيها الليمون وفيها الحاجه اللي انا حطاها كلها، دي مواد حافظه. بس طبعا لازم تسيبيها لما تبرد خالص، وبعد كده هتعملي ايه؟ هتيجي واخداها وحطاها حافظه بيها الايه، ورق العنب ده، ويقعد معاكي من السنه للسنه. لازم يا حبايب قلبي لازم يكون متغطي بالورق. طيب انا هنجيب كمان شويه ميه كده. الميه يا حبايبي لازم تكون بارده. امشوا بنفس الخطوات والطريقه عشان خاطر ما يحصلش حاجه وتقولوا الطريقه مش ناجحه. لا، الطريقه جميله جدا جدا ومجربه. شايفين اهو، انا مغطيه ورق العنب خالص كده بالميه اهو، مفيش حاجه باينه منه خالص نهائي. والغطا لازم يكون محكم. الغطا لازم يكون محكم، ولازم ورق العنب كله عشان ما يعملش عفونة من فوق كده، لازم تكون مغطية كله. طبعا المية بتاعتي مية مغلية، مية مغلية وباردة، واحنا متفقين اي حاجة عايزين نحفظها لمدة طويلة لازم المية بتاعتها تكون مية مغلية. والغطا بتاعك يكون ناشف وتمام. انت حاسه الغطا مش تمام، حطي كيسه زي ما احنا اتفقنا، نحط كيسه قبل ايه كده عادي. برضو انا هنوريك الطريقه. انا الغطا بتاعي محكم جدا اهي. لو انت الغطا مش محكم عندك تحطي كيسه كده عشان ما يدخلوش هوا نهائي اهو. لكن انا عندي الغطا محكم والبطمان جميل يعني اهو. شايفين اهو، تروحي تشتريه من بره بقى غالي وبكام؟ لا، حاجه نظيفه وحاجه مضمونه وحاجه في بيتك جميله جدا جدا جدا. يكفي ان انت لما تعملي الحاجات الجميله دي وتشوفي شكلها تكوني مبهره كده بنفسك ان انت بتعملي حاجه نظيفه لبيتك ولولادك. ولادك يدخلوا على الرخامه لو كان برطه، ايه ماما الجمال ده، ايه الحلاوه ده. فماما ايه عامله لنا حاجات جميله اهي زي اللي احنا بنشتريها من بره وضامنين نظافتها. استاهل منكم ايه لايك وشير وتفعيل الجرس عشان عايزه الفيديو الجميل بتاعي ده يوصل لاكبر عدد، وكل ستات البيوت تعمل الحاجات الجميله دي. طيب دي طريقه. الطريقه التانية قلنا لو البرطمان يكون كبير معاكي هتحطي كده عادي طبقه فوق طبقه فوق طبقه، وتحفظي بنفس الميه دي. ماشي، مش ما عندكيش ميه السلق او رميتيها وما جاتلكيش الفكره، خلاص ميه مغليه ويكون فيها ملح وملح ليمون وسكر وعصره ليمونه، يغلوا مع بعض، وتيجي عامله ايه حافظه بيها ورق العنب بتاعك. طيب الناس بقى اللي هي مش عايزه حابه تعمل في البرطمان تعمل ايه؟ ترص ورق العنب كده اهو، تخليه مرصوص كده برضو، وتيجي عامله في ايه، في كيس عادي زي ما احنا بنحفظه في الكيس كده، هتدخليه في الكيس وتحفظيه عادي اهو كده، ويبقى جميل معاكي جدا جدا. بس الفكره برضو عشان انت هتحطيه في الفريزر انا عايزه يكون مفروض كده، يا تحطيه مفروض كده يا اما حبه تعمليه على 2، مفيش مشكله خالص. وادي الطريقتين للتفريز الورق العنب بتاعنا. كده حبايبي انا عبيت ورق العنب بتاعي في الكيس كده كيسته. طبعا كان في عندي ده العروق بتاعت ورق العنب دي جميله جدا. هتاخديها تعملي فيها ايه بقى؟ هتحطيها كده هنا وتحطيها في قعر الحله دي، بتدي للورق العنب مزازه بتخليه جميل جدا وبتخلي نكهته عاليه قوي قوي قوي. كده حطيتها كده اهي. دي بقى لما تيجي تطلعي ورق العنب وتحشيه تاخدي ده وتحطيه في قعر الحله وتلفي الورق العنب وتحطيه عليه. كمان بيحميلك القعر بتاع ورق العنب ما يتحرقش منك، وفي نفس الوقت بيديكي نكهه حلوه قوي قوي ومزازه للورق العنب. كده خلاص انا فرزت الكميه بتاعتي وعبيتها ووريتكم طريقتين. الطريقتين اسهل من بعض. اللي عنده مكان يحط في الفريزر يكيس بنفس الطريقه كميه ورق العنب على حسب الوجبه بتاعتك. انا طبعا ورق العنب مش بنعمل ورق عنب لوحده، اكيد معاه تشكيله المحشي، ولو حابه تعملي ورق عنب لوحده بتاخدي كيسين. كل واحد بحط الكميه على حسب استهلاكه. والطريقه التانية لو انت ما عندكيش مكان تعبيها بنفس الطريقه كده جميله جدا جدا. بس اهم حاجه يكون ورق العنب الميه تكون مغطيه والميه المغليه. ولو مش هتاخدي ميه السلق بتاعه تعملي ايه بقى؟ تغلي ميه وتحطي فيها زي ما قلنا سكر وملح وملح ليمون. كده حبايبي اهي الطريقتين ما شاء الله اجمل من بعض، وورق العنب ريحته تحفه وجميله، والطريقه بسيطه جدا وسهله ان انا نكون ضامنه. ما ينفعش تاخدي ورق العنب زي ما هو ورق كده من غير ما تعملي له اي اضافات، تغسليه وتشيليه في الفريزر هتطلعيه تلاقيه مجلد، هيكون وحش معاكي. وكمان ورق العنب ده لازم يكون يا حبايبي طري وحلو وجميل عشان المعده بتاعتنا. في ناس معدتها مش بتستحمل تقول لك انا باكل ورق العنب بتعب، لا اعملي بنفس الطريقه هيبقى ورق العنب طعمه زي الزبده معاكي. مستنيه بقى منكم لايك وشير وتفعيل الجرس كده عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد وقناتي تكبر بيكم ان شاء الله يا حبايبي. وبشكر كل حد وبشكر تعليقاتكم الجميله اللي بترفع من روحي المعنويه. حبايب قلبي واخواتي، المعرفه الجميله اللي هي على اليوتيوب او من على اي
قنوات او صفحات بتراسلني، انا بشكرهم جدا 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 وبتمنى لكل النجاح يعني والتوفيق ان شاء الله. مستنيه لايك وشير وتفعيل الجرس، وتجربوا الطريقه الجميله دي وتعجبكم، وبألف هنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.